قبل 12 ساعة من ماتش الزمالك. حابب اتكلم النهارده كده عن الماتش. قمة النهارده من اهم مباريات القمة اللي هتتلعب. قمة الدوري. رغم ان الزمالك يعتبر فعليا على ورق مش منافس على الدوري، لكن كتأثير القمة في حسم الدوري هي قمة الدوري اساسا. الاهلي لو كسب النهارده هياخد الدوري، الاهلي لو تعادل لو خسر الزمالك الاهلي خسر الدوري. الاهلي لو كسب الزمالك النهارده هينزل يكسب بيراميدز. بيراميدز آه مش هياخد الدوري بمجهوده على قد ما هياخد الدوري بهدية، لان ملعب اهلي وزمالك مع بعض الفرقتين لو اتنافسوا ساووا على الاقل 60 و40 لبيراميدز، بجمهور الاهلي يكسب. الاهلي بقاله اكتر من 5 مباريات قمه او 4 مباريات، الاهلي مش ده الاهلي بتاعنا حتى كاداء. كمان بقى بقت على مستوى النتيجه، الاهلي طول عمره معودنا من يوم ما انا اتفرجت على الاقل على الاهلي. انا خسران انا حلو انا وحش انا هكسب الزمالك. حاليا الاهلي بيخسر وبيتعادل من الزمالك بالسكواد الوحش بتاع الزمالك. السكواد اللي اي حد بيغلبه انت عادي دلوقتي بتنزل تتعادل معاه. فدي ناقوس خطر في حته ان الفرقه تركب التانية نفسيا، زي ما الاهلي كان بيلعب من زمان في 2006 لحد 2015. كان الزمالك في اوقات بيبقى الزمالك بيلعب كوره حلوه وممكن يكون في الملعب فايق. انا الاسامي بتاعت الاهلي طبعا تقيله، بس الزمالك ممكن تبقى الاسامي بتاعته فايقه، بس انا بعرف اكسب الزمالك على الاقل بطلع بنقطه وانا في اسوء حالاتي. وحابب اتكلم برضو عن التشكيله اللي هي برضو هرجع اقول لك نفسيا وكل حاجه، بس تعالى كلمني برضو على المدرب. يعني الماتش اللي فات لما تنزل لي بالدبيس بكوكا باك شمال وهو ما بيلعبش اساسا، اقول لك لا. لما تنزل ب 2 6 قدام الزمالك، تنزل بالباك اليمين اكرم، يبقى لا، يبقى احنا بنهزر. النهارده انا من وجهة نظري لو الاهلي عايز يكسب، محمد الشناوي اساسي، مصطفى العش، اشرف داري، كريم الدبيس، محمد هاني، اكرم توفيق مركز 6. تلعب على الشمال او على اليمين يعني مش فارقه، السوليه وامام عاشور، او امام عاشور وعمر الساعي، جراديشار، بن شرقي وسام. ده لو انت عايز تكسب الزمالك النهارده لازم تنزل دايس، لازم تنزل جايب اخر الدواسه زي ما بنقول. مفيش مجال ان انت تتعادل. اللعيبه لازم تبقى فاهمه النهارده ان ده ماتش الدوري، انا نازل اكسب، ما بعرفش مش هعمل حاجه تاني. نتعادل فانا عمال عايز اضغط عايز اضغط. لكن فكره الفتره الاخيره تلاقي الاهلي بيتعادل فتلاقي الزمالك ماسك كوره. مين اللي بينافس على الدوري، انا ولا الزمالك؟ مين اللي عايز يكسب، انا ولا الزمالك؟ تبقى جايب جول والزمالك يرجع يتعادل عليك. الماتش اللي فات انت كنت الاهلي جاب جول التقدم، بس انت قاعد مستني الزمالك يتعادل. واقول لك على حاجه، انت كنت مستني الزمالك يجيب التاني كمان. فماتش صعب. توقعاتي هو فوز الاهلي بصعوبه. مش هيبقى ماتش سهل في الملعب، مش هيبقى ماتش عادي. الاهلي لازم ينزل ضغط، لازم تكسر الروح المعنويه اللي عند الزمالك في مباراه الديربي. الزمالك مبقاش قلقان من مباراه الديربي عكس قبل كده لما كان بيبقى الزمالك قلقان. امام عاشور وبن شرقي عليهم دور كبير، هم وسام ابو علي وجراتيشار، الاربعه دول هم الاهلي اساسا. وان شاء الله باذن الله نكسب كده، وباذن الله نعمل لكم فيديو بعد الماتش. شكرا جدا لكم.